السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بما ان روايح الشتاء بدأت تهل علينا والجو بدأ يبرد، فعملت النهاردة شوربة عدس بالشعرية، أكلتي المفضلة في الشتاء. هنعملها سوا، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك واللايك. جبت 4 كيلو عدس، نقيته وغسلته كويس، وبعدين حطيته في الحلة وحطيت عليه مية. اغطي العدس كده بالمية واحط له 2 طماطم وبصلايه ومعلقه توم كبيره مفرومه. لو عندك توم صحيح حطيه صحيح، ولو عندك جزره اغسليها وقطعيها وحطيها برضو لغايه لما يغلي الغلوه دي. كده خد الغلوه دي كده خلاص، كان العدس استوى. هطفي عليه واسيبه يبرد، وبعد ما يبرد اضربه في الخلاط. هنا حطيت معلقه سمنه كبيره في الحله، ولما السمنه سخنت نزلت بكوبايه شعريه. ما تكتريش اكتر من كده عشان الشعريه بتزيد، عشان ما يعجنش يعني. حمرت الشعريه. هحط بقى مع الشعريه التوابل: معلقه صغيره كمون وكزبره وبهارات وتوم ومرقه هديهم تشويحه مع الشعريه عشان ريحه التوابل تطلع. بعدين اروح حاطه بقى العدس اللي انا ضربته في الخلاط، اديله بقى تقليبه كده واغطيه بقى واسيبه يغلي. بعد ما يغلي اتابعه عشان الشعريه يعني الشعريه بتنزل في الحله من تحت، فعشان ما تلزقش هفضل كل شويه كده اقلبه من تحت كده لغايه لما الشعريه ما تستوي. هنا كانت خلاص كده الشعريه كانت استوت وخد الغلوة بتاعته اهي، وهقفل بقى عليه. وتاكليه بقى بألف هنا وشفا. ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك لو عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة